السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. هل الصوت موجود؟ طيب، الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أصلي وأسلم عليه صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك اللهم سعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق، ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، حياكم الله جميعا وبارك فيكم مع لقائنا السادس من أصول الإمام ابن عامر الشامي، القارئ الرابع من القراء السبعة. أنهينا الكلام في اللقاء السابق عن حكم الإدغام الصغير للإمام ابن عامر، ورأينا أن الإمام هشام هو الذي تميز في هذا الباب، فله إدغامات كثيرة أكثر من الإمام ابن ذكوان. الليلة إن شاء الله سندخل أيضا بابا جديدا أو أبواب جديدة. سنتكلم عن حكم السكت والإدراج في قراءة الإمام ابن عامر. السكت والإدراج في قراءة الإمام ابن عامر، وهل الإمام ابن عامر اتفق مع الإمام حفص في السكتات الأربع أم أنه خالفه مثل أهل سما؟ نعلم أن أهل سما جميعا نافع وابن كثير وأبو عمرو خالفوا الإمام حفصا في ذلك الأمر، فلم يسكتوا على السكتات الأربع الواجبة عند حفص. فهل الإمام ابن عامر اتفق معهم أم أنه اتفق مع الإمام حفص؟ سنجد الإمام ابن عامر قد وافق أهل سما جميعا في عدم السكت على السكتات الأربع، بل أدرجها جميعا. والمقصود التي وردت في سورة الكهف وسورة ياسين وسورة القيامة وسورة المطففين. نعلم أن الإمام حفص واجب عنده السكت في هذه المواضع الأربعة. طبعا في سورة الكهف عوجا قيما إذا وصلها، يعني إذا وصل الآيتين. أما إذا وقف على كلمة عوجا فسيقف بمد العوض، سيوقف عليه بمد العوض لجميع القراء، ثم يصير الابتداء بكلمة قيم، فما يبقاش في سكت ولا حاجة. لكن عند الوصل واجب السكوت على كلمة عوجة، سكتة لطيفة بدون تنفس للإمام حفص. عوجا قيما. وطبعا لما نقول هيسكت يعني معنى ذلك ايه؟ سوف نقف بالتنوين عوجا وبعدين قيمة؟ لا، هنقف عليها بايه؟ بمد العوض. عوجا قيما. تمام. وأيضا مرقدنا، هذه السكتة للإمام حفص.
أما الإمام ابن عامر فقد أدرج هذه المواضع بما يستلزم معها من أحكام التجويد. يعني مثلا كلمة من راق، من راق، عندما يقف عليها يسكت عليها الإمام حفص يقرأ هكذا من راق. أما الإمام ابن عامر عندما يدرجها فسيطبق عليها حكم الإدغام بدون غنة، إدغام النون في الراء، مراق، وأيضا بران، هكذا. الإمام الشاطبي ذكر حكم هذه السكتات الأربع في فرش سورة الكهف، لأنها أول موضع ورد فيه أول سكت للإمام حفص. وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوج بلا، وفي نون مراق ومرقدنا ولا، مذل ران والباقون لا سكت موصل. يبقى الباقون يعني باقي القراء جميعا. هذا بما يتعلق بالسكت والإدراج. ثم بعد ذلك سوف ننتقل إلى حكم الوقف على مرسوم الخط. الوقف على مرسوم الخط. والمقصود بهذا الباب هو دراسة كيفية الوقف على الكلمات برسمها للإمام ابن عامر. وهل الإمام ابن عامر اتبع الوقف على الحروف المرسومة في المصحف بلا تغيير، أم أنه له حكم خاص فيها؟ يعني احنا درسنا في قراءة الإمام ابن كثير وجدنا أنه يقف في التاءات بالهاء برغم أنها مرسومة بالتاء، لكنه يقف على أصلها لأن أصلها هاء ضمير، فبيقف عليها بالهاء. فهل الإمام ابن عامر له أيضا هذا الحكم، أم أنه يتفق مع الإمام حفص؟ لأن الإمام حفص أيضا يتبع مرسوم الخط. سنرى مذهب الإمام ابن عامر. هنلاقي الإمام ابن عامر له قاعدة عامة مثل قاعدة الإمام حفص تماما. الإمام ابن عامر بيتبع رسم المصاحف في الوقف على مرسوم الخط، سواء كان وقفا اختياريا أو اضطراريا أو اختباريا. اختياريا عندما يكون فيه علامة وقف، والاضطراري أو الاختباري يكون إما لضيق نفس أو لاختبار من الشيخ لمعرفة هل القارئ يعلم كيف يقف على هذه الكلمة، فيوقفه عندها على سبيل الاختبار. فما ختم بالتاء وقف عليه بالتاء، وما ختم بالهاء وقف عليه بالهاء. إذن الإمام ابن عامر مثل الإمام حفص. ولكن الإمام ابن عامر استثنى كلمة واحدة فقط، وهي كلمة يا أبتي حيث وردت، فيقف عليها بالهاء على أصلها، ولكن يلاحظ أن الإمام ابن عامر انفرد عند الوصل بفتح التاء وصلا، يعني يقرأ هكذا: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. يبقى لما يوصلها يا أبت إني. أما إذا وقف عليها فسيقف عليها بالهاء. إذ قال يوسف لأبيه يا أبه. أيضا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد، لما يقف عليها أيضا بالهاء. إذ قال لأبيه يا أبه قال يا
أبت افعل ما تؤمر قال يا أبه. يبقى إذن هذا هو الموضع الوحيد، أو هذه هي الكلمة الوحيدة التي وقف عليها وخالف مذهبه الإمام ابن عامر براويه، فوقف عليها بإيه؟ بالهاء على أصلها. يبقى هذا استثناء من القاعدة. طيب يبقى الإمام ابن عامر مريحنا في هذا الباب، ولذلك الإمام الشاطبي قال في باب الوقف على مرسوم الخط: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. هو في الحقيقة ذكر القراء جميعا أنهم يقفون على الكلمات باتباع الخط أو باتباع الرسم، ولكن الذي يهمنا هنا الإمام ابن عامر. وبعدين قال في حكم كلمة يا أبه: وقف يا أبه كف أندنا. كف أندنا أدي الكاف للإمام ابن عامر والدال لابن كثير. يبقى القارئان اللذان يقفان بالهاء هنا الإمام ابن عامر صاحب الرمز الكاف، والإمام ابن كثير صاحب الرمز الدال. وبعدين عشان ندلل على فتح الإمام ابن عامر التاء وصلا في كلمة يا أبتي، تقرأها يا أبت في الوصل، أيضا وردت في للإمام الشاطبي: ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر. يبقى ابن عامر الوحيد اللي بيفتحها في الوصل. تمام. في ملاحظتان في هذا الباب، ملاحظتان. الملاحظة الأولى: أن الإمام الشاطبي قال: وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا. إيه معنى هذا الكلام؟ الإمام الشاطبي كان يتكلم عن المواضع الأربعة التي جاءت فيها كلمة مالي. فمالي هؤلاء القوم في المواضع الأربعة، في سورة الفرقان والكهف والنساء وسورة المعارج التي عبر عنها الناظم بقوله وسال، أي وسأل سائل. الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر حكم الوقف الاختباري أو الاضطراري. طبعا هنا ما فيش وقف اختياري، لأن أقف عليها ومالي هذا ليس وقفا اختياريا، يبقى يا إما النفس ضاق واضطررت أن أقف عليها، أو على سبيل الاختبار. على الكلمات فما لهؤلاء، ما لهذا، فما للذين في سورة المعارج. طيب لما هنقف عليها هل يا ترى هنقف فما أو هنقف فما لي؟ يعني إما على ما يا إما على اللا. فالإمام الشاطبي حدد مذهب الإمام أبي عمرو بجواز الوقف على ما. أما الكسائي فله الخلف، أن يقف على ما أو أن يقف على اللام من كلمة فمالي، يبقى له الخلف في ذلك. ويجوز لباقي القراء على طبعا رأي الشاطبي الوقف على اللام فقط، فمالي، يبقى القراء كلهم بيقفوا فمالي. لكن الإمام ابن الجزري رحمه الله صوب جواز الوقف على ما وعلى اللام في كلمة فمالي. يبقى إذن القراء جميعا يجوز لهم أن نقف وقفا اختباريا أو وقفا اضطراريا، فنقرأ هكذا وما، وبعدين نقرأ أيضا ومال. لكن طبعا أنا لو وقفت وما يبقى لما هبدأ مش هبدأ بقى إيه مثلا إيه لهؤلاء، لا طبعا لازم أجيبها من أول الكلمة.
وأيضا لو أنا قرأت هكذا فمال، أيضا لا يجوز أن أنا أبدأ هؤلاء، لا أبدأ تاني أجيب من أول إيه كما تعلمنا طبعا في أحكام التجويد. فمال هؤلاء. تمام. ولذلك الإمام خلف الحسيني رحمه الله قال في الإتحاف: ومالي وأيا أو بما فيهما فقف، يعني ممكن تقف به على الماء على ما أو على اللام لكل على التحقيق في وقف الابتلاء. وقف الابتلاء اللي هو يا إما يكون اختباري أو يكون اضطرار. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية في هذا الباب الإمام الشاطبي قال: ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا، وفي الها على اتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. تكلم الإمام الشاطبي هنا عن كلمة أيها التي وردت في 3 مواضع بدون الألف، يعني رسمت ألف وياء وهاء فقط. فالإمام ابن عامر هنا انفرد بضم الهاء في حالة الوصل، يعني كل القراء يفتحون الهاء حال الوصل فيقرأوا هكذا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. جميع القراء إلا الإمام ابن عامر حال الوصل فإنه يضم الهاء مناسبة لضم الياء قبله في المواضع 3. فيقرأ هكذا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون يعني بضم الهاء حال الوصل. وأيضا: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك سنفرغ لكم أيها الثقلان. يبقى هذا انفراد للإمام ابن عامر حال الوصل. طب لما يقف عليها يا جماعة هيقف عليها بإيه؟ هيقف عليها أيضا بالهاء اتباعا للرسم. يبقى هنا الملاحظة حال الوصل فقط. تمام؟ بارك الله فيكم. يبقى هذا الباب يعني ختمناه الحمد لله. كنت أود أن أنا نبدأ في حكم الإمالة، ونحن نستطيع أيضا أن ندخل فيه، ولكن أعتقد أننا لن نستطيع أن نكمله، ولكن ندخل فيه إن شاء الله، نأخذ فيه قدرا يسيرا ثم نكمل في اللقاء القادم. طيب، الإمام ابن عامر كما رأينا اختلف راويه في الإدغام الصغير، فرأينا أن القدر الكبير من الإدغام الصغير كان في صالح الإمام هشام. في باب الفتح والإمالة نجد أن الإمام ابن الذكوان هو صاحب هذا الباب، لأنه يتميز فيه بأصول يعني إيه؟ أصول مضطردة في القرآن الكريم يميل هذه الإلفات حيث وردت. أما الإمام هشام فسنجد له بعض كلمات يسيرة يميلها. طيب، إحنا هنعرف طبعا الإمالة كما تعودنا، ثم سنتعرف على حكم الإمالة للإمام ابن عامر، وانفرادات الإمام هشام، وانفرادات الإمام ابن ذكوان. كما نعلم جميعا أن الفرق بين الفتح والإمالة والتقليل هو أن الفتح هو فتح القارئ فمه بالحرف، وليس طبعا فتح الحرف، فتح القارئ فمه بالحرف حال النطق به. أما الإمالة
فهي تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، ولكن بدون قلب خالص ولا إشباع مفرد. يعني نستطيع أن نقول عندما ننطق بالإمالة أننا ننطق 50% ألف و50% ياء، يعني بين الألف والياء. أما التقليل فسنجد أنه حال بين الفتح والإمالة وهو أقرب إلى الألف، يعني نستطيع أن نقول أنه بين الفتح والإمالة في منتصف الطريق. ولو نظرنا إلى هذه الشاشة فستكون أقرب إلى تقريب الفرق بين الفتح والإمالة. فلو اعتبرنا أن الألف في هذه المنطقة فسيكون النطق بها يعتبر هو الفتح الذي نتكلم عنه. سنجد في منتصف المسافة ما بين أن ننطق ياء وما بين أن ننطق ألفا، في منتصف المسافة فنحن نقرأ بالإمالة. يعني مثلا كلمة موسى، آدي الفتحة اهو، موسى، لما هنميل هنقول ايه؟ موسى سي. انما لو انا قرأتها بالياء الخالصة يبقى هنقول ايه؟ موسي موسي. يبقى اذا فعلا الإمالة ما بين الايه؟ ما بين الفتح والياء. الفتح يعني معناها الألف يعني. وبعدين التقليل بقى هيبقى في منتصف المسافة ما بين الفتح والإمالة، فهنقرأ هكذا موسى موسى. الإمام ابن عامر لم يقرأ بالتقليل على الإطلاق. الإمام ابن عامر لم يقرأ بالتقليل على الإطلاق، بل قرأ بالفتح والإمالة فقط. طيب الإمالة بتظهر في المصحف المحدث، هنلاقي إنه هو بيضع تحت الحرف قبل الألف بيضع عليه نقطة حمراء بهذه الطريقة. هذا دليل على أن الحرف الألف الذي بعد هذا الحرف سوف يمال. مثل هنا وضع العلامة على الجيم، أي أن الألف الذي بعد الجيم سيمال للإمام ابن ذكوان وجيءهم، وأيضا المحراب. ده بالنسبة للمصحف. يعني ممكن ناخد الليلة الأشياء التي اتفق فيها الراويان في إمالتها. أول حاجة في باب الإمالة ما اتفق عليه راوية الإمام ابن عامر في إمالته، فنجد الإمام ابن عامر براوياه بيميلوا فتحة الراء والألف الذي بعدها في حروف فواتح السور. فهنجد في ألف لام را وألف لام ميم را في سورة الرعد بيقرأها بالإمالة ألف لام ري ألف لام ميم ري. وبعدين أمالوا أيضا الياء من أول سورة مريم كاف هاي عين صاد، يبقى الياء فقط هم اللي بيميلوها. الإمام الشاطبي قال وإضجاع را كل الفواتح ذكره، طبعا ده ورد في أول سورة يونس. حما غير حفص طاويا صحبة ولا وكم صحبة يا كافا والخلف ياسر وهاصف رضا حلوا وتحت جنا حلا. وإضجاع را كل الفواتح ذكره ذكره حما. الذال لمين يا جماعة؟
أيوة الكوفيين ومعاهم الإمام ابن عامر، وأيضا الحاء لمين؟ لأبي عمرو. يبقى إذا الكوفيون وابن عامر وأبو عمرو بيميلوا الراء في جميع الفواتح. غير حفص، طبعا استثنى الإمام حفص، طاويا صحبة ولا، وبعدين دليل بقى سورة مريم، وكم صحبة يا كافة والخلف ياسر. يبقى أيضا بيبينوا الياء أهو، وكم صحبة، أدي الكاف لابن عامر، وصحبة شعبة وحمزة والكسائي، ياء بيبينوا الياء في كلمة كاف ها يا عين صاد. تمام. وبعدين هنلاقي انفرادات الإمام هشام بقى قليلة، يعني بيميل كلمات بعينها فقط في القرآن، ولم يشاركه فيها الإمام ابن ذكوان. هنلاقي الإمام هشام بيميل كلمة إناه في سورة الأحزاب، غير ناظرين إناه، فبيقرأ هكذا غير ناظرين إناه. وكلمة مشارب في سورة ياسين، ولهم فيها منافع ومشارب. وطبعا لما بنقول بنميل الألف، يعني معنى ذلك ان احنا ايضا بنميل الحرف الذي قبله، ومشارب هكذا. وكلمة آنية في سورة الغاشية، تسقى من عين آنية، يبقى بميل الهمزة وايه الألف الذي بعدها. وفي سورة الكافرون كلمة عابدون وكلمة عابدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. طيب الدليل فين؟ إناه له شاف وقل أو كلاهما. يبقى إناه له شاف، أدي اللام لإيه؟ للإمام هشام. وبعدين بخلف ضممناه مشارب لامع، مشارب لامع. وآنية في هل أتاك لأعدلا، هذه اللام أيضا للإمام هشام. وفي الكافرون عابدون وعابد، وخلفهم في الناس في الجر حصلا. يبقى هنا عطف طبعا على الحكم السابق، وفي الكافرون عابدون وعابد للإمام هشام صاحب الرمز اللام. دي انفرادات الإمام هشام. طبعا هنلاقي الإمام ابن ذكوان له أشياء كثيرة بيميلها. أول هذه الألفات هنلاقي إن هو بيميل فتحة الحاء مع ألفها في حاميم حيث وردت، طبعا وردت 7 مرات، فيقرأ هكذا. هذا للإمام ابن ذكوان فقط. حميم. وبيميل أيضا فتحة الراء والهمزة مع الألف في كلمة رأى حيث وردت، ولكن لابد حال الوصل أن يكون بعدها حرف متحرك. أما لو جاء بعدها حرف غير متحرك فحال الوصل ليس للإمام ابن ذكوان أي إمالة، زي رأى الشمس أو رأى القمر، يبقى ما فيهاش أي إمالة. لكن رأى كوكبا يبقى في الحالة دي بيميلها قولا واحدا. بيميل إيه بقى؟ بيميل الراء والهمزة والألف مع بعض. يبقى في الوقف طبعا بيميلها بلا خلاف. أما في الوصل فلا بد أن يأتي الحرف الذي بعدها متحركا، زي موضع رأى كوكبا، رئي كوكبا، رئي كوكبا. والخلف جاء في هذه الكلمة إذا ارتبط معها إيه؟ ضمير متصل. الخلف هنا جاء، يعني
بيميلها في وجه ويفتحها في وجه آخر. طب أي الوجهين مقدم؟ قال لك إن الوجه المقدم أداء هو الفتح، يبقى له الخلف في هذه الكلمة إذا اتصل بها ضمير. أيوة السلام عليكم، مش أعتذر. يبقى هيقرأ في الوجه المقدم بالفتح، ثم هيقرأ بالوجه الثاني اللي هو وجه الإمالة. رئيه مستقرا فلما رئيها وإذا رئيك، هكذا يبقى له الخلف فيها. الإمام الشاطبي قال في دليل حاميم: شفى صادقا حاميم مختار صحبة. يبقى ادي الميم لمين؟ للإمام ابن ذكوان، مختار صحبة. وبعدين دليل بقى رأى ورآها وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة. ادي الميم لمين؟ للإمام ابن ذكوان. وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة. وبعدين هذه آخر شاشة إن شاء الله، يعني الباقي نكمله في المرة القادمة. مش هيبقى يعني كمية كبيرة، هتبقى حاجات بسيطة خالص. لكن هذا الذي سوف نذكره الآن هو يعتبر أصل من أصول الإمام ابن ذكوان، حيث أنه يميل كلمتين حيث وردتا، وهي كلمة جاء وشاء. كلمة جاء وشاء سواء جاءت هكذا أو جاء معها ضمير متصل، سواء ضمير مفرد أو ضمير جمع. فبيميل الألف في هذه الحالة الإمام ابن ذكوان، فيقرأ هكذا: وجيء فرعون فمن شيء جيءتهم البينة. وكلمة فزادهم التي وردت في سورة البقرة في الموضع الأول يميلها الإمام ابن ذكوان قولا واحدا. أما هذه الكلمة حيث وردت بعد ذلك فإن له فيها الخلف، يعني يا إما يميل يا إما يفتح، والإمالة مقدمة أداء. فيقرأ قولا واحدا هكذا في سورة البقرة: فزيدهم الله مرضا. أما في باقي المواضع مثل هذا الموضع فيقرأ بالإمالة ويقرأ بالفتح: فزيدتهم إيمانا فزادتهم إيمانا، وبالفتح كمان. وفي باب الإمالة قال الإمام الشاطبي: وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا. ادي الموضعين. وبعدين فزادهم الأولى وفي الغير خلفه. يبقى فزادهم الأولى له الإمالة قولا واحدا، وفي الغير عنده إيه؟ عنده الخلف. يبقى الآن تكلمنا عن 4 مواضع، وسنؤجل الباقي إن شاء الله للقاء القادم. والآن نبدأ في التطبيق. الأخ محمد عبد الله جاهز إن شاء الله، ومن يريد أيضا أن يطبق جزانا وإياكم، بارك الله فيكم. طيب أنا هأتي بالصفحة إن شاء الله وتبدأ على بركة الله. اتفضل يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمكم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. رأينا طبعا ان القراءة يعني مثل حفص ما شاء الله، ما فيش اي خلافات. طيب احد يريد ان يقرأ؟ نسيت وجه نسيت بارك الله فيك. طيب اقرأوا بقى. الله. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ايوه بارك الله فيك. تمام، يبقى ده وجه الإمام ذكوان اللي احنا لسه شرحينه. هذه الكلمة جيء حيث وردت بيميلها الإمام ابن ذكوان. طيب أحد يريد أن يقرأ إن شاء الله حتى نأتي به الصفحة الثانية؟
طيب لو لن يقرأ أحد تكمل يا أخي محمد إن شاء الله. ماشي تفضل. أم يقولون افتراه بل هو قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. طيب نكتفي إن شاء الله بالتطبيق وننتقل مباشرة إلى الجمع من الآية الخامسة عشرة من سورة يوسف. طبعا بنفتح مصحف قالون لأنه هو المقدم أداءً. طبعا في الجمع لابد أن نتكلم عن الأصول والفرش التي وردت في المقطع قبل أن نجمع. فهنجد هنا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن ده في مد منفصل تقدم في بداية الآية. فمعنى ذلك أن أصحاب التوسط وأصحاب الإشباع سيقفوا إلى نهاية القراءة. وبعدين أن يجعلوه في ده في هنا يا جماعة حكم مميز لقارئ من القراء الصلة. بارك الله في الأخت سلمى. صلة هاء الضمير للإمام
ابن كثير إن يجعلوه في غيابة. يبقى إذا الإمام ابن كثير أيضا واقف هنا في غيابات الجب. ده هنا في إمام من الأئمة بيقرأ بالجمع اللي هو مين؟ أيوة الإمام نافع. يبقى الإمام نافع الوحيد اللي بيقرأ هكذا في غيابات الجب. أما باقي القراء فبيقرأوها بالإفراد في غيابات الجب. إذا معنى أن الإمام نافع بيقرأها في غيابات الجب أي عندما يقف عليها سيقف عليها بإيه؟ بالتاء، صح؟ يقف عليها بالتاء. أما الذين يقرأوا بالإفراد فمنهم من يقف عليها بالتاء ومنهم من يقف عليها بالهاء على أصلها. طيب احنا اللي يهمنا الآن أن هذه الكلمة بيقرأها بهذه الطريقة الإمام نافع براويه. طيب ممتاز. نبدأ الآن نقرأ بالقصر للإمام قالون ونشوف مين اللي اندرج معاه. طبعا ما حدش هيندرج معاه. لماذا؟ لأن غيابات موقفة باقي القراء والإشباع موقف الإمام ورش اللي هو بيتفق معاه في كلمة إيه؟ في كلمة غيابات. يبقى هنقرأ للإمام قالون منفردا هنا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. طيب أنا الآن قرأت للإمام قالون بالقصر. الآن هل سوف نعطف لأحد ولا هنرجع نجيب التوسط للإمام قالون؟ دي أيضا نقطة فنية. بس خدي بالك يا أخت سلمى بارك الله فيكي والأخت أم عبده، إن الإمام ابن كثير واقف قبل غيابات، واقف على إيه؟ يجعلوه. تمام؟ فأنا عشان أغير هنا لازم أغير له الأول هنا. طب هل في حد أقدر أغير له من هنا من غير ما أغير هنا؟ يعني فكروا فيها شوية. ايوه بارك الله فيكم. بس مش السوسي بس، يبقى ابو عمرو كله. ايوه تمام، ابو عمرو على القصر. اذا نستطيع ان نعطف من هنا للامام ابي عمرو على القصر في غيابات الجب. يبقى كده خلصنا الامام ابو عمرو على القصر. ثم نرجع بقى بعد كده عشان نجيب الايه؟ الصلة فعلا لإمام ابن كثير، لأن هو اللي أقرب لرأس الآية. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. يبقى كده خلصنا الإمام ابن كثير، ونرجع عشان نجيب الايه؟ التوسط للإمام قالون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. يبقى كده جبنا الوجه الثاني بالتوسط. طبعا لم يندرج معه أحد أيضا. طيب في الحالة دي هنعطف بقى لمين؟ احنا اتعلمنا اهو الواحد. ايوه تمام. هنعطف بقى، لا هنعطف للدوري. هنعطف للدوري اللي هو بالتوسط، وهيندرج طبعا معاه الإمام ابن عامر. تمام. أن يجعلوه في غيابة الجب. يبقى كده اندرج الدوري ومعاه الإمام ابن عامر على التوسط طبعا. بعد كده بنرجع عشان نجيب الايه؟ الإشباع بقى للإمام ورش. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. ابن كثير احنا جبناه يا أخ محمد بارك الله فيك. احنا أتينا بالإمام ابن كثير. تمام معانا؟ طيب كويس. وبعدين وأوحينا إليه. وأوحينا إليه أيضا مد منفصل جاء في بداية المقطع، وقف أهل الإيه؟ التوسط وأهل الإشباع.
إليه إليه لتنبئنهم. يبقى هنا في إيه؟ أيضا صلة هاء الضمير الإمام ابن كثير، لتنبئنهم بأمرهم. يبقى فيه كمان هنا صلة ميم الجمع بأمرهم، هذا أيضا صلة ميم الجمع، وهم لا يشعرون. يبقى كل هذه المواضع مرتبطة بصلة ميم الجمع اللي هنا. يبقى الآن سنقرأ بالقصر. طبعا هنا خدوا بالكم التقى مد منفصل وميم جمع، يبقى كم وجه للإمام قالون؟ يبقى فيها 4 أوجه. طبعا تقدم المد المنفصل، يبقى على قصر المد المنفصل بنأتي بالسكون، سكون ميم الجمع وصلة ميم الجمع، تمام متابعين اهو. وبعدين على توسط المد المنفصل نأتي بالسكون أيضا والصلة. يبقى هنقرأ الآن بقصر المد المنفصل على سكون ميم الصلة. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طيب الآن لمن أولا من اندرج مع الإمام قالون على هذا الوجه؟ أيوة الإمام أبو عمرو على القصر، تمام بارك الله فيكم. طيب الآن هنعطف بالصلة، تمام يا أخ محمد بارك الله فيك. هنعطف بالإيه؟ بالصلة بقى على قصر المنفصل أيضا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يبقى كده طبعا ايه الامام ابن كثير اندرج مع الامام قالون يا جماعه ولا ايه؟ ولا لم وحده؟ ما شاء الله عليكم، تمام بارك الله فيكم. ليه؟ لان الامام ابن كثير واقف على صله هاء الضمير هنا، تمام. طيب يبقى نرجع بقى الان ناتي بصله هاء الضمير خلاص، ولا نجيب التوسط للامام قالون؟ ايه رايكم؟ يبقى بصلة الايه؟ صلة هاء الضمير. يبقى اذا هنعطف للامام ابن كثير فعلا لان الحكم بتاعه متأخر. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يبقى خلصنا الايه؟ الامام ابن كثير. هنرجع بقى عشان نجيب التوسط في البند المنفصل على صلة ميم الجمع للامام قالون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مين بقى اللي اندرج مع الإمام قالون يا جماعة في هذا الوجه؟ أيوة تمام جاهزينه ما شاء الله. أخت معبد الجزائرية، الدوري وابن عامر والجميع اهو. يبقى الدوري وابن عامر اندرجوا مع الإمام قالون في هذا الوجه. وبعدين هنأتي بقى بالوجه المميز للإمام قالون، ألا وهو التوسط على صلة ميم الجمع. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعدين هنرجع عشان نأتي بالإشباع للإمام ورش بقى لأننا خلصنا جميع القراء. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعدين وجاءوا فيها كم؟ وجاءوا أباهم فيها كم حكم هنا يا جماعة بقى هذه الكلمة؟ يلا نقول 1. المتصل، تمام. أول حاجة المد المتصل. تاني حكم أيوة البدل، تمام. جاءوا البدل الإمام ورش. وأيضا إيه تاني يا جماعة؟ الإمالة لإمام ابن ذكوان، تمام. يبقى الإمام ابن ذكوان هنا أيضا
بيميل كلمة جاءوا. تمام. طيب وكمان فيها حكم المد الايه المنفصل. وجاءوا أباهم اهو، شوفوا مد منفصل اهو كمان. وبعدين أباهم فيها ايه يا جماعة؟ أباهم هنا أباهم عشاء فيها ايه؟ ايوه الصلة. تمام. وبعدين عشاء يبكون ده مد متصل طبعا مرتبط بالمد المتصل اللي قبل عشاء يبكون. يبقى اذا الآن سوف نقرأ بالايه؟ بتوسط المتصل وقصر المنفصل وسكون من جمع. خدوا بالكم ان في كمان مد منفصل هنا وفي من جمع بأربع أوجه ايضا للإمام قالون. هنقرأ بالقصر على سكون ميم الجمع. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. مين اللي اندرج بقى مع الإمام قالون في هذا الوجه، وجه القصر؟ لا، ابن كثير لسه ما اندرج. أبو عمرو تمام على وجه القصر. أبو عمرو فقط براويين. طيب الآن لمن نعطف يا جماعة؟ أيوة نعطف بقى القانون بالإيه؟ بصلة ميم الجمع. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبقى مين اللي اندرج معاه؟ تمام. اندرج الإمام ابن كثير أيضا على الصلة. ثم بعد ذلك هنرجع بقى عشان نجيب الإيه؟ نجيب التوسط في المنفصل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. مين بقى اللي اندرج مع الإمام قالون هنا أيضا؟ أيوة تمام. هنا بقى الأخت سلمى بارك الله فيها فصلت وقالت إيه؟ الدوري وهشام. طبعا احنا متعودين نقول الدوري وابن عامر، لكن هنا الدوري وهشام ليه؟ عشان الإمام ابن ذكوان واقف هنا على الإمالة. يبقى تمام كده. يبقى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبقى اندرج مع الإمام قالون في هذا الوجه الدوري وهشام. وبعدين في هذه الحالة بقى هنجيب ايه؟ تمام. هنجيب مين؟ هنجيب مين بقى بعد ذلك؟ هنجيب ورش ليه يا جماعة؟ لسه في وجه. ما هو صاحب الرتبة، لكن خدوا بالكم ان كلمة أباهم هنا احنا لسه ما بالظبط كده التوسط مع الصلة. هنكمل بس القانون هو صاحب الرتبة. فهنقرأ بقى القانون بالصلة وده وجه مميز له. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وبعدين في هذه الحالة الإمام ورش بقى هيأتي بإيه؟ بالأوجه الثلاثة بتوعه في مد البدل. وجاء في الحالة دي الإمام ورش واقف مع مين؟ مع ابن ذكوان. إذا في الحالة دي زي ما انتوا قلتوا بارك الله فيكم إنه الإمام ورش هو اللي هيأتي بجميع الأوجه بتاعته، ثم بعد ذلك يأتي في نهاية في نهاية المقطع يأتي الإمام ابن ذكوان. شفتوا بقى لما يكون في حكم بدأت به الآية فصاحبه بيقعد ينتظر إلى نهاية الايه؟ التلاوة عشان يبقى فيه نوع من أنواع الاختصار. يبقى نقرأ بثلاثة البدل للإمام ورش الآن. وجاءوا أباهم. أنا ما اتكلمتش فيها عشان
اخد الايه الكلام هذا. ما شاء الله. اخت امل بارك الله فيها قالت ايه واقوى المدود، يبقى فعلا احنا خدناها دي قبل كده. احنا لو احنا وقفنا على وجاءوا يبقى فيها ايه؟ ايوه تمام، فيها ايه؟ فيها ثلاثة البدل للامام ورش. لكن انا لما انا هوصل جاءوا بأباهم يبقى مفيش فيها غير وجه واحد يا جماعة، زي ما قالت او زي ما تساءلت الاخت امل بارك الله فيها. هل في احد ايضا يعني سأل فيها قبل ذلك؟ لا، هي الاخت امل اول واحدة ما شاء الله بارك الله فيها. طيب ممتاز. يبقى اذا هنا اجتمع سببان للمد في هذه الآية. جاءوا أباهم، ادي مد بدل، وبعدين مد منفصل نتيجة لإيه؟ لالتقاء حرف المد مع الهمزة، وكل بإيه؟ بكلمة. يبقى في الحالة دي بنهمل حكم البدل ونعمل حكم المد المنفصل، يبقى 6 حركات بوجه واحد فقط. تمام. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وبعدين هنعطف بقى بالوجه الأخير للإمام ابن ذكوان بإمالة كلمة جاءوا وتوسط الإيه؟ المتصل. وجيءوا أباهم عشاء يبكون. وبعدين قالوا يا أبانا، أيضا هنا مد منفصل، وقف أهل التوسط وأهل الإشباع. أبانا إن أيضا مد منفصل. ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هنا فيه إبدال لمين يا جماعة؟ هنبدل هنا لمين؟ أيوة للسوسي والإمام ورش. تمام. ووالاه في ذئب، يعني الإمام ورش هنا برغم أنها ما جاء لم تأتي فاء للكلمة إلا أنه استثناها ويبدلها مثل السوسي. يبقى في الحالة دي هنقرأ الآن بقصر منفصل الإمام قالون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. طيب الآن نعطف لمين يا جماعة؟ نعطف لمين؟ قبل ما نعطف الأخت سلمى بتقول إن الإمام ابن كثير اندرج. تمام بارك الله فيك. طب مين اندرج كمان؟ أيوة الأخت الفقيرة إلى ربها بارك الله فيها بنعطف للسوسي. تمام. لكن قبل السوسي مين اندرج؟ ابن كثير ومين كمان؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. اندرج مين؟ أيوة الدوري. أيوة الدوري. تمام الدوري. وبعد كده هنعطف ليه؟ للسوسي فأكله الذئب، يبقى السوسي كمان راح. وبعدين هنرجع بقى عشان نجيب التوسط في المنفصل للإمام قالون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يبقى اندرج بقى معاه في هذه الحالة أصحاب الإيه؟ أصحاب التوسط اللي هم مين؟ أيوة الدوري والإمام ابن عامر. وبعدين هنرجع عشان نأتي بالإشباع لإمام ورش وناخد بالنا إنه هو هيبدل الهمزة هنا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. تمام.
وما أنت وما أنت أيضا بدأت بإيه؟ بمد منفصل. بمؤمن لنا أيضا الإبدال هنا لمين؟ أيوة الورش أيضا والسوسي، لأن هنا طبعا جاءت فاء للكلمة. بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يبقى ما فيش فيها غير الحكمين دول. هنبدأ طبعا بقصر المنفصل الإمام قالون وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هنعطف لمين بقى يا جماعة؟ انتوا بتكتبوا الشاشة للسوسي. تمام. شوف احنا بدأنا ما شاء الله يعني ايه ناخد بالنا من موضوع الايه العطف ومن اندرج وكده، ما شاء الله عليكم يعني. يبقى اذا هنعطف للامام السوسي بالابدال وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وبعدين هنرجع عشان نجيب التوسط وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب يبقى ايه هنا اندرج طبعا اصحاب الايه اصحاب التوسط مع الامام قالون في هذا الوجه اللي هم مين؟ الدوري طبعا وابن عامر. طيب ممتاز. نرجع بقى عشان نشبع للامام ورش وما أنت بمؤمن. خدوا بالكم إن في هنا مش هنا نون يا جماعة وبعديها لام، خلاص يبقى في هنا إدغام، مش كده؟ إدغام كبير ينفع؟ لا ليه بقى؟ تمام منون. تمام بارك الله فيك. طيب يبقى إذا نرجع نجيب الإمام ورش وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. تمام. طيب آخر آية بقى عشان نختم إن شاء الله. وجاءوا على قميصه. هنا بقى لأن مفيش مد ولا حاجة، مفيش مد منفصل، يبقى هنا فيها ثلاثة البدل وقفا ووصلا لمين؟ للإمام ورش. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها أيضا مد متصل وفيها كمان إمالة ابن ذكوان. تمام. على قميصه بدم كذب. يبقى هذا هو الحكم الوحيد اللي موجود. هنقرأ الآن بتوسط المتصل للإمام قالون وجاءوا على قميصه بدم كذب. يبقى على هذا الوجه ذهب أصحاب التوسط ما عدا واحد فقط يا جماعة. مين هو؟ أيوة ابن ذكوان. تمام. يبقى ابن ذكوان واقف على الإمام. يبقى في الحالة دي هنعطف لمين؟ هنعطف طبعا لصاحب الرتبة اللي هو الإمام ورش بثلاثة البدل. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وبعدين نعطف بقى للإمام ابن ذكوان بالإمالة على توسط المتصل. وجاءوا على قميصه بدم كذب. طيب قال بل سولت. في هنا إدغام يا جماعة. مين اللي بيدغم هنا بقى؟ اللام في السين وتميز فيها لا الإمام هشام. أيوة الإمام هشام لوحده.
اللام في السين هنا هل وبل، احنا تكلمنا عن هل وبل، بيدغم فيها الإمام هشام فقط. قال بل سولت، يبقى هو الإمام هشام هنا واقف. بل سولت لكم أنفسكم، ده هنا في صلة ميم الجمع ووراها كمان همزة قاطع، يعني الإمام ورش كمان بيشاركهم ولكن مع إشباع الصلة. أنفسكم أمرا أيضا نفس الكلام. يبقى الآن سوف نقرأ للإمام قالون بسكون ميم الجمع. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يبقى مين اللي اندرج معاه؟ طبعا هشام لن يندرج معه. يبقى إذن الكل اندرج ما عدا هشام، تمام، والإمام ابن كثير عشان الصلة وورش. يبقى مين اللي اندرج بقى؟ الإمام أبو عمرو، تمام، ومين تاني؟ خلاص ما فيش حد تاني. يبقى الإمام أبو عمرو فقط اللي اندرج مع قانون في هذا الوجه. طيب هنعطف لمين بقى هنا يا جماعة؟ أيوة القانون بالإيه؟ بصلة ميم الجمع. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يبقى مين اللي اندرج معاه؟ فعلا اندرج معاه الإمام ابن كثير لأنه ليس له أي أحكام أخرى. لحظة، عذرا. يبقى الآن ابن كثير أيضا اندرج مع الإمام قالون في وجه الصلة بلا الصلة على القصر. الآن أيوة الصلة على التوسط التي تميز فيها الإمام قالون وحده. يبقى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يبقى الإمام قالون لوحده. وبعدين هنرجع بقى عشان نأتي بيه مين يا جماعة؟ أيوة ورش، لأن يعني ممكن واحد ما ياخدش باله فيرجع عشان يجيب الإدغام للإمام هشام. لا، ده ورش هنا صاحب الرتبة. يبقى هنشبع له بقى هذا ميم الصلة في هذه الحال. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يبقى الإمام ورش أيضا قرأنا له. هنقرأ بقى بالإدغام للإمام هشام لوحده. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا، تمام. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وإلى هنا نكتفي إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الواجب أنا هعرضه، لكن كان المفترض إن احنا يعني نكمل باب الإدغام بالكامل، باب الإمالة بالكامل، لكن طبعا احنا ما كملناهوش، فالواجب هيبقى على قدر ما درسناه. ثانية واحدة هعرضه، و5 دقائق إن شاء الله وهنبدأ في المقرأة إذا كان في أحد يريد أن يقرأ إن شاء الله. يبدو أن أنا لم أضع الواجب هنا. لحظة واحدة سأبحث عنه إن شاء الله.
يعرجونه